إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضية. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. أهلا وسهلا بحضراتكم. إليكم أهم أخبار الكور. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر وكوت ديفوار المقبلة؟ لقد أفردت الصحف العالمية مساحات واسعة عن المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي مصر وكوت ديفوار السبت المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، واصفة اللقاء بأنه بمثابة نهائي مبكر للبطولة نظرا لقيمة المنتخبين وتاريخهما الحافل. الصحف العالمية عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار. علقت العديد من الصحف العالمية على مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، ومنها صحيفة جارديان الإنجليزية التي عنونت: عماد ديالو يقود كوت ديفوار للفوز على بوركينا فأسو ويضرب موعدا مع منتخب مصر في ربع نهائي أفريقيا. أشارت الصحيفة إلى أن تأهل الأفيال جاء بعد أداء قوي أمام بوركينا فأسو، مؤكدة أن المواجهة المقبلة أمام منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة ب7 ألقاب ستقام في مدينة أغادير في إعادة لنهائي نسخة 2006 الذي انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يحسمه الفراعنة بركلات الترجيح. وأبرزت جارديان تألق النجم الإيفواري عماد ديالو الذي سجل هدفا وصنع آخر، مؤكدة أن فوز كوت ديفوار كان يمكن أن يكون بنتيجة أكبر لولا تألق حارس بوركينا فأسو. أما صحفية ديلي ميل البريطانية ركزت على الصدام المرتقب بين عماد ديالو ونجم المنتخب المصري محمد صلاح، مشيرة إلى أن جناح مانشستر يونايتد واصل عروضه المميزة بتسجيل هدف رائع قاد به منتخب بلاده إلى ربع النهائي. وأشادت الصحيفة بالمهارات الفردية العالية لديالو وقدرته على الحسم داخل منطقة الجزاء، معتبرة أن المباراة المقبلة أمام مصر ستكون اختبارا حقيقيا لطموحات كوت ديفوار في الدفاع عن لقبها القاري. أما إذاعة مونة كارلو الفرنسية فأكدت أن كوت ديفوار حسمت تأهلها من الشوط الأول أمام بوركينا فأسو بفضل تألق ديالو الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة قبل أن تصطدم بالمنتخب المصري في مواجهة قوية بدور الثمانية، كلاسيكو أفريقي بين منتخبي مصر وكوت ديفوار. وفي السياق ذاته، شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.